شديد من صلاة وظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وابن شيبة الحمد المختار السرية بن هاشم واسمه عمرو بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي ينضم من الارتقاء والعليا عدوا الله تعالى إلى الحرم المحترم صلى الله عليه كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما بغوا كناني كما جمع عليه النذير بن خزيمة بن ملكة بن إلياس وهو أول من أتى الجند للرحاب الحرمية وسمع في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولما صلى الله عليه وسلم وضع سلب النظم فرائده وبنان السنة السنية ورفعوا إلى الخليل إبراهيم سبع أنصاره من نسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومن وكيف لا السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وأشهد النور مقلد دان بما لم يبدأ وحبذا حفظ سودة وفخار أن في اليتيم وطول الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي والده في أخاه الأنجاد الصون الاسمي ترك السفاح ولم يسمع عاره من آدم وإلى أبي وأمي قوة في يساره بغرره بالبهياء وبدا بدره في جميع هدي عبد المطلب وابن عبد صلى الله على النور الأعظم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه من سدفة الآمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أمة ونمي في السماوات والأرض بحملها لأمواله الذاتية وصار كل سبيل لهبوب السماء ووسيت الأرض بعد طول جدها من النبات حللا سندسية وينعت الثمار وأدنى الشجر للجاهلية دابة لقريش في الساحل الرسول العربية وخرت الأسرة والأسلام على والمغارب والدواب والبحرية واحتسبت العوالم من السرور كأسلام الزمني والفكرة الكهنة والريبة الرهبانية وليجد خبره كل حبر خبير وفي علا تعالى في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البريات واستغفرين ووضعت محمدا لأنه ستحمد وصفاته صلى الله عليه وسلم تسليما. من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية وفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله
بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعاد صومه وشهوات صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينزل